بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة العودة إلى المدرسة تحتاج أفكار سهلة ولذيذة. اليوم جبت لكم مافن بالشوكولا والبندق سهلين اقتصاديين ويفرحوا الأولاد في علبتهم المدرسية. اليوم جبت لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير قوالب المافن في البيت. ما تحتاجوش تشتروهم من المحلات، تقدروا تحضروهم بنفسكم فقط في ورق الطهي. خليكم معايا تشوفوا الطريقة في الفيديو. سكر بني أو سكر عادي، ونصف كوب ناقص شوي كاكاو، وملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وكوب مع ملعقتين كبار فارينة. بعدما نخلط النواشف نضعهم على جانب، والآن نقوم بخلط السوائل. بخلط 2 بيض مع نصف كوب حليب ونصف كوب زيت ونصف علبة من الياغورت الطبيعي بديله حليب. ثم نضيف النواشف إلى الخليط ونخلط بخفة. بعد ذلك نصب الخليط في قوالب المافن وندخلهم الثلاجة لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نرش فوقهم بندق مكسر اختياري. ثم ندخلهم الفرن المسخن مدة 20 إلى 40 دقيقة. بعد ما يبردوا نعمل فتحة صغيرة في الوسط ونملأها بالشوكولا. وهكذا يكون المافن تاعنا وجديد. وصفة سهلة لذيذة ومثالية للعودة إلى المدرسة. قدميهم لأولادك في علب مدرسية، خليهم يفرحوا بطعم الشوكولا والبندق. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش تشوفوا وصفات أخرى. نشوفكم قريب في وصفة جديدة من جربها قبلك، ودخول مدرسي موفق للجميع.